السلام عليكم. جيناك راجعين تاني يا وجدي. حقيقة، أنا داير أتكلم باختصار شديد جدا جدا عشان ما نطول الحديث، وحنجي راجعين كله. الفساد بتاع واحد من لجنة التمكين حنقوله ما في حلقة واحدة، يعني كل واحد ما في حلقة واحدة. احنا دايرين كل واحد نديه 3 4 حلقات عشان تكفيه. فنحن هسه اتكلمنا عن وجدي وعن تصرفه في فلوس المشت لشركة مواصلات الخرطوم، وبعدها اتسرسبت من هناك لكتائب حنين بطريقة هم بيعرفوها، الشركة الألمانية والكوميشنات وغيره المرة. فتاني يا وجدي، انت قلت بترفض التمكين. اخوك محمد اللي في شرق النيل ماسك الدقيق وماسك السكر وماسك الجاز وماسك الغاز وماسك البنزين. الحملة الأخيرة اللي انتوا عملتوها قبضتوا بتاعين الوقود ديل، لأنه خالفوا محمد رسل المعلومة ومشيتوا قبضتوا الناس بتاعين اللي قلتوا بتاجروا في البنزين والغاز، لأنه محمد هو قاعد في شرق النيل شغال فاتحة بحري. فشنو قولك أخوك ماسك المحلية بتاعت شرق النيل؟ أعتقد إنه ده تمكين، ولا رأيك شنو يعني؟ سيدنا عمر ما مشى باع البهايم بتاعت عبد الله بن عمر، قال حتى لا يفتح له الطريق باسم عمر. ما انت قلت زول عادل وانت بحر الدنيا، وانا اي قرش في بحر حق الشعب في بحر لازم اطلعه. ده كله طلع كلام ساي. اخوك قاعد في شرق النيل بيسوي شنو في شرق النيل؟ بيسبح، ماسك المحلية كلها غاز وجاز وبنزين ودقيق وكله. في زول قاعد يراجعه لانه اخو وجدي. تلفون بسيط بتشيل الناس. فك التمكين هنا نقطة، يعني فك التمكين. تاني حاجة يا وجدي، بنك الخليج. بنك الخليج والشركة، الملف بتاع بنك الخليج ما تكلمتوا عنه أصلا في الإعلام. التسوية تمت في الشركة دي شنو؟ بمجرد ما تمت التسوية دي علنت يا وجدي انه اللابتوب بتاعك اتسرق وفيه معلومات كثيرة والتلفون بتاعك اتسرق. يا ترى اتسرقوا منه؟ والصفقة دي هل كانت داخل اللابتوب ده ولا خارج اللابتوب؟ نط اتحداك ان تطلع تقول للناس الصفقة دي تمت كذا 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 بتاعت بنك الخليج. وانتوا طه الحسين ده ما قلتوا شيطان زمان، وكل زول يا عروة ما قلت طه الحسين ده صاحب نادر. طه الحسين ما لقيتوا له اي حاجة. طه الحسين ده ما لقيتوا له اي حاجة. حتى في بنك الخليج ما لقيتوا له حاجة. التسوية تمت في بنك الخليج دي. ها، تسويات تمت لناس كثيرة داخل اللجنة وقبضت في التسويات دي. اطلع وروا الناس التسوية دي اتعملت كيف، واوعى تقول لي لا امشي جيب مستند واطلع امشي المحكمة. التسويات بتتعامل كيف انت محامي عارفها. لكن التسوية اذا تحركت انت سنتيمتر استغلت من اللجنة دي، بكرة صاحب الصفقة هيمشي يشتكيك لانه فيها ابتزاز. ما بتقدر يا ويلي. افكرك بس حادثة بسيطة لذاكرة الشعب السوداني. علي محمود وزير المالية لما الصحفي اتهموا في موضوع النقل النهري انه في 38 مليون ضاعت، الصحفي اتسجن في مكتب علي محمود وزير المالية. اتسجن لحد ما ودوه المحكمة واتسجن 6 شهور اللي ادلاه بمعلومات كاذبة. الآن علي محمود وين بعد مشى من السلطة؟ علي محمود في السجن في نفس الملف. ما اصلا انت يا وجدي لما يكون في يدك السلطة ما حتقدر زول يقول لك انت بترفض القاضي يا حبيبي وانت بترفض وكيل النيابة يا حبيبي. عشان كده انت بعد ما امنت نفسك كويس ما في زول بيقدر. لكن لا، حسبتها غلط. الان بقت ديمقراطية. انت
يستقيلوا. نحن ما عاد ضد عمل اللجنة، اللجنة دي بالمناسبة أصلا نحن ما ضد عملها، ضد الأشخاص الآن الموجودين. حول السودان عقرت، ليه انتم مشبسين بها يعني؟ ليه يا وجد مشبس باللجنة دي؟ يا أخي اللجنة دي سيبها، طالما طالتك شبهة فساد سيبها، ليه متشبس بها؟ اللجنة دي عملها كويس، بس انتوا اللي أعمالكم ما كويسة. نحن ما قلنا حلوا اللجنة، نحن قلنا حاسبوا الفاسدين في اللجنة، حاسبوا الفاسدين في اللجنة. الآن بديتوا تحصروا في الفاسدين، دارين تطلعوا بشر دلدومة أو كرنديسة تلبسون لها. كل اجتماعاتكم معروفة، دارين تعملوا شنو؟ بطل الكلام يا وجدي، اطلع استقيل. وانا هذا بقول لك قدام الناس، انت لو اصلا ود مقنع وواثق من نفسك، والله والله قدم استقالتك بكره من اللجنه. اقسم بالله يا وجدي لو ادخل السجن 100 سنه انا اجي انازلك في اي بقعه في الارض فيها قضيه. استقيلوا يا اخي عشان نقدر نقيف معاكم. المنظمات الطوعيه العالميه دي كيف لجنه، هي لجنه فيها عضوين من مجلس السياده؟ منو اللي بيقبل لكم ذاته شغلكم ده؟ الشغل ده كله ما مقبول. عشان شغل يكون قانوني وشغل رسمي ابعدوا ديل ذاتهم نفسهم. ممكن يكونوا قاعدين وانت تكون قاعد تقول اتحداكم نمشوا. انا بجيب قروش الشعب في بحر، انت ما بتجيبها. انت خيانة امانة يا وجدي، كونك انت تبيت القروش بتاعت الصادرتوها ليلة واحدة تبيتها عندك ولا تبيتها في حساب اللجنة اللي عملتوه جديد مع امجد فريد. ومبارح على فكرة مشكلين في مجلس الوزراء، حاجيكم في حلقة راجع، مشكلين في مجلس الوزراء كلكم. الشكل لو اصبحتوا تتلاوموا ملاسنات وكلام فاضي امس في لجنة في مجلس الوزراء، حاجة راجع لها تاني. لكن يا وجدي انا هو بقول لك الملف بتاع بنك الخليج اللي حصلت فيه التسوية، ما طلعتوا قلتوه في مؤتمراتكم الصاخبة دي، ما قلتوه ملف. وقلت طوال اللابتوب بتاعي راح. هل اللابتوب فيه التسوية تمت يا ربي؟ قد اتأكد انت نسيته ولا اللابتوب راح؟ يا ريت ما تكون جوا اللابتوب التسوية، وتمت كيف ومنو القبض. يا ريت الناس كلها كانت تكون مرضية والدولة ذاتها تكون مرضية. يا ريت. بنك الخليج والشركة صاحبة الحصة الأكبر، وما تنسى صاحبنا طه الحسين. حاجيكم أنا راجع تاني يا ويدي، دي دوسيس بسيط، الفساد الباقي كله حيطلعوا جاي. جايك أنا ما بطول.